ازيكم عاملين ايه؟ انا مريلي بعمل اكل بيتي، الطلب قبلها بيوم. فاللي هيشوف الفيديو ده يعني ايه هيبقى سبب في رزقي بعد ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو مش بتشتروا مني ادعموني يعني يا جماعه. انا كنت زي اي ام عايزه اشتغل ومعرفتش اشتغل. ليه بقى؟ ما بنعرفش نحط اطفالنا فين وفتره 8 ساعات. طبعا قطاع خاص يعني مش حكومه اللي هو كام ساعه وخلاص، لا قطاع خاص فلازم 8 ساعات. فقلت خلاص هدور على شغل وكده. فدورت على شغل، جيت اسال الحضانه عشان نحط الاطفال فيها ففترتين. يعني انت هاخد الفلوس من هنا هحطها هنا مبلغ عشان فتره مسائيه وفتره صباحيه لان هشتغل 8 ساعات. فمش عارفه اعمل ايه، قلت خلاص هشتغل. جيت بعد كده قلت ايه ربنا يسهل وزيد. جيت ابص لقيت عقبه كمان، الحضانه بتأجز كتير. هم زيهم زي الحكومه بالظبط، بيأجزوا. اللهم ذكرني، استنى بوريكم الملوخيه. لا بلاش بقى من هنا عشان ما نعفش العلبه اهي، شايفين؟ ما نعفش بس العلبه بتاعت الاوردر. المهم فجيت بقى ايه وانا بدور على الشغل والكلام ده كله، قابلنا عقبه الحضانه. وبعديها ايه الحضانه بتأجز كتير فمش عارفه احطهم فين غير الاجازه. وانا اجازه هيبقى يوم واحد، ونيجي نبص نلاقي المواعيد مثلا مواعيد الحضانه اخرها 5، بعد 5 مش هينفع مش عارفه ايه. طب الاقي مواعيد ازاي؟ فالمهم فكرت في المشروع الاكل البيت عشان ابقى ايه مع عيالي والكلام ده كله. فاللي هيشوف الفيديو دوت وهيبقى سبب في رزقي والله بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انتوا تدعموني حتى لو مش هتشتروا مني. يعني ادعموني يا جماعه. يعني انا هو مجتهده ولكل مجتهد نصيب. طبعا فقدت الامل في اول لما عملت المشروع الاكل البيتي علشان قابلنا عقبات كتير بالنسبه للمناديب ما بيجوش. اضطر اطلع الاوردر انا وباخد عيالي بقى صغيرين يا عيني بقى اللي في الشياله واللي ماسكاها وشايله بهدله بقى. بس ما يئستش، كملت برضو وقلت مش مشكله وكملت. يعني وقفت شويه شغل عشان يعني قعدت فتره كبيره ما فيش شغل بسبب الاسعار غليت. بعد كده ايه وقفت خالص. بعد كده قلت لا ربنا الرزاق الوهاب، انا ايه هرجع تاني وربنا يرزقني. حتى لو رزقني في الشهر كله باوردر واحد بارك الله فيما رزق. فالكل ام او كده حاولي تعملي اي حاجه. انا عارفه ان في كتير بيحاول يشتغل ومش لاقي. حاولي تعملي اي حاجه وسط عيالك لان انا عارفه مش هتعرفي تشتغلي بره وعيالك مش موجوده معاكي. يعني هتكلفي يعني قولي 2000 جنيه بالميت خالص فتره صباحيه ومسائيه للاطفال. فيعني حاولي تلاقي اي حاجه من البيت